السلام عليكم. اليوم وصفة جديدة اللي هي بديل كلاص صحي الناس اللي دايره الريجيم ومبغاش تزيد في الوزن. يعني كلاص صحي اللي غادي تاكلوه بضمير مرتاح، ما محتاجينش انكم تخافوا او لا تحسبوا مثلا شحال فيه ديال السكر ولا شي حاجه، وديال الضا وكيوجد بسهوله، ما فيش بزاف المقادير وساهل وكاع الناس ممكن انها توجدو. المهم انا درتو بطريقتي، كل واحد غيديرو بالطريقه اللي بغا. بالنسبه لي انا عزيز عليا الفريز، استعملت فيه الفريز. ممكن تستعملي فاكهه اخرى، ممكن ديري مثلا الخوخ او شي فاكهه كتعجبك. صراحه انا عندي مع عزيز عليا الفريز هو اللي درتو. وحاليا الفريز متواجد في الاسواق، من الافضل نشريوه ونكونجليه ونديروه في الفريغو ومن نبغوا نستعملوه. هنايا ذوبت الشوكولات مع بيرلي اخضر، ذوبته في حمام مريم. هذه باش نزوق به. هذا استعملت انا هذا النوع اللي عندي، ممكن تستعمل اي نوع الشوكولات. شديت الفريز مجمد اللي كنت داجا مجمده غاسلاه مزيان مجمداه وديرها في الفريغو. درته في الهاشوا، زدت عليه هاد القشده الطريه اللي كتباع في مرجان، صراحه زوينه هي كنستعمل. صافي شديت ديك الفريز زدت عليه هاد القشده الطريه صافي في الهاشوا، يعني صافي. وزدت عليها الاريتريتول. الاريتريتول ممكن ديري العسل ولا ديري الاستيفيا اللي بغيتي، يعني باش تحلي. يعني هاد داكشي اللي كان عندك درت معلقه صغيره اللي حليت بها. درت معلقه صغيره اللي حليت بها، ومن بعد شديت دوك الكيسان ذوقتهم بالشكلاط. طريقه سهله. داك الشوكولات اللي كان عندنا ذوبناه هو اللي كنستعملوه. كنشدو الكاس ديال كوبلي ديال الكرتون عادي صافي، وكتشديه كدهنيه بالشوكولا صافي، بشويه بشويه كتبقى داك الشوكولات كدهني فيه صافي. هو واجد داك الكاس. وفي نفس الوقت كتشدي كطحني هذاك الفريز ومع الكريم فريش مع ديك استevia ممكن تزيدي واحد قبصه الملح. ها هو وجد عندنا، ها هو الكلاص ديالنا بسهوله في وقت سريع. يعني كما قلت لكم اي فاكهه كتعجبك ممكن ديريها، كتجي زوينه الصراحه. صافي وكتبغي تعمري في ديك الكيسان صافي، كتعمريهم هكا بهذيك الحشوه اللي عندك صافي، كتبقاي تعمري العدد اللي غادي يخرج ليك. انا عطاني تقريبا 3، واللي شاطلي درتو بوحدو بلا حتى شي حاجه، بلا شوكولاط بلا والو. حتى كتعجبني حتى بلا شوكولاط. المهم انا الفريز من النوع اللي كنحماق عليه وعزيز عليا. والفواكه اللي ناقصه في الكارب ممكن تستعمليها في الريجيم وتاكل ليها بضمير مرتاح. صافي كنبقى نعمر في هاد الكويسات صافي، واحد تابع الاخر. وانا باش كيعجبني هذا الكلاص يعني كيجي بنين ولذيذ، يعني ما كتفرزيش على الكلاص الاخر، وصحي وسهل. يعني حنا كناكلوا الكلاص بحال الناس الاخرين، يعني ما عندناش مشكل. هو هنايا وجد صيبته صراحه زوين، يعني كتبيتيه في الثلاجه والغد ليه ممكن تاكليه. هذا يعني صراحه كتاكليه بضمير مرتاح. يعني حنا دايرين ريجيم ما غنحرموا راسنا من حتى شي حاجه، كما الناس اللي ما دايرينش ريجيم تياكلوا بلاص، حنا ناكلوا بلاص. والوصفه اللي كتجي انا سهله ويعني ممكن ديريها، يعني ما محتاجاش بزاف المكونات وسهله. نتمنى تجربوه وتردوا عليا الخبر وبصح.